السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة ناهد عبده الجميلة تبقى معانا في عيادة الخصوص. هي نازلة مقاسات حلوة قوي ومتغيرة في الشكل كتير. هي مش خاسة كتير، خاسة تقريبا 10 كيلو، بس 10 كيلو من محتوى الدهون. ده اللي احنا يا جماعة بنتكلم عليه، يعني دايما يفضل الإنسان ينزل محتوى الدهون، هيغير في شكله، هياخد ريشيبنج جميل قوي. لكن ممكن تنزلي 20-25 كيلو بس كله عضلات وسوايد، ما اداليش شكل متناسق، ولا غير شكل لبسي، ولا غير شكل حياتي، ولا مقاسات لبسي اتغيرت. لكن 10 كيلو من محتوى الدهون، ما هم ال 10 دول لما بينزلوا العضلات بتزيد مكانها، فبيدي شكل متناسق احلى. اللي يشوف استاذه ناهد يقول لها انت خاسه 20-30 كيلو، بس هي خاسه 10 كيلو، بس 10 كيلو بدون حرمان، بدون رياضه، بدون مشاكل صحيه، بل بالعكس صحتها بقت احسن بكتير. فده اللي احنا دايما بنناشد بيه في كل مكان، بنقول محتاجين نخس من محتوى الدهون ونزود الكتله العضليه. هتحكي لنا دلوقتي عن تجربتها، تقول حصل معاها ايه، تدي طاقه ايجابيه لكل الناس عشان تبدا في اسرع وقت دي. أحب أشكر حضرتك طبعا على تعبك معانا ومتابعتك معانا وأي حاجة بتقف قدامنا طبعا بنرجع لك فيها وبتفيدنا. البنات طبعا في الجلسات المكان كله محترم وبنات محترمة وأسلوبهم كويس جدا. يعني أي حد عايز يعمل جلسات يجي، والله يا جماعة مش هتندموا ولا هتحطي فلوسك في الأرض. جلسات بتجيب نتيجة كويسة جدا، مع طبعا أهم حاجة النظام الغذائي أنا ماشية عليه. ولو في اي حاجه بتصل بالدكتور، لا دي مش عايزه النظام دوت، لا مش عاجبني كده، فبيديني بديل ليه وبمشي عليه. ولا وفرق طبعا في شكل جسمي وفي مقاساتي ولبسي، كنت ركناه ورجعت لبست لبس اقل من اللي كنت بلبسه تاني. الحمد لله. طبعا فرق في شكلي. لا وكل اللي يشوفني طبعا انت خسيتي جدا، ده كفايه ومش كفايه، لا انا لسه مكمله ان شاء الله. وزنك كام دلوقتي السنه؟ 67. 67 كمان قد كام؟ 60 ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله. لا تعالوا يا جماعه، والله الدايت مش حرمان خالص والرجيم حلو جدا وصحي جدا، وتعرفي تتعاملي مع عيالك في بيتك وتروحي اماكن انت عايزه تروحيها. طبعا ايوه، يعني لما كنت عايزه البس لبس ابص لنفسي في المرايه، لا ده ضيق، لا ده مش حلو، اروح قلعاه. مع كده دلوقتي انا احب البس اي حاجه، لا ماشيه، انا عارفه انا ماشيه ازاي ولابسه ايه. احب طبعا ان انا لبسي بلبسه. زي ما شفنا طبعا الزناهد، احنا زي ما بنقول يا جماعه ان دايما نزول الوزن، تغيير المقاسات والشكل، بيدي الثقه كبيره قوي في الحركه وفي المجهود، وبيدي الثقه كبيره قوي في التعامل مع الناس. بيديلك حيويه ونشاط، بيبقى عندك حماس وعندك حيويه تبداي اي حاجه في حياتك، اي حاجه انت هملاها او ركناها بقالك سنين. اول ما بتعملي دايت وبتخسي وشكلك بيتغير، بتقولي يلا ابداها دلوقتي. حاجه انت مأجلاها، حاجه انت معطلاها، حاجه انت حاسه ان هي تقيله، حاجه مش قادره تبدايها، لكن ده بيديلك ثقه وبيخليكي عندك ثقه في نفسك ان انت تكسبي اي تحدي تدخليه. هو ده اللي احنا عايزين نقوله، لازم كلنا يكون عندنا دافع وعندنا تحدي بيننا وبين نفسنا. ان شاء الله عايزين كل الناس تبدا تحدي 60 يوم يخسوا معانا. شكرا.